السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم فرخة محشية رز بطريقة جميلة جدا وبتتبيلة حلوة. كمان هيكون طعمها طعم المشوي. انا هنا معايا فرخة حجمها كبير شوية، غسلتها غسلة كويسة جدا بالمية والخل والملح، وزي ما انتم شايفين انا فصلت الجلد كده عن الصدر. معايا بصلاية مبشورة واحط عليها نص معلقة صغيرة فلفل اسود وملح، وهنقلبهم مع بعض كده تقليبة كويسة، ونتبل الفرخة كويس ما بين الجلد واللحم. وهنسيبها كده في التتبيله شويه ونحضر الخلطه بتاعه الرز بتاعتنا. انا هنا معايا بصلايه صغيره، احط عليها معلقتين سمنه بلدي او زبده. يا دوبك البصلايه هتصفر هنزل عليها بالرز، وكميه الرز على حسب حجم الفرخه بتاعتك، يعني لو فرخه صغيره هتقللي في كميه الرز. وهضيف عليها حبه فلفل اسود وملح، وهنشوح الرز شويه. وهنضيف عليه الميه، هنحط الميه بتاعه السوى الرز العادي، وهنسيبه يستوي 3/4 تسويه. هنعمل حساب ان احنا لسه هنسلق الفرخه وهندخلها كمان الفرن. زي ما انتم شايفين الرز هنا استوى 3/4 تسوية زي ما انا قلت لكم. هبتدي احشي الفرخة، وهحشي كمان تحت جلد الصدر وبين الوراك. تمام كده هنبتدي نظبط الفرخة وننضف الرز اللي حواليها واقفلها بخلة. زي ما انتم شايفين كده هنحاول ننضف الرز اللي فيه عشان الشوربة بتاعتنا تكون نظيفة. انا هنا معايا حلة كبيرة حاطة مية تغلي طبعا، نزلت فيها الفرخة، ومعايا ورق لورا وبصل وجزر و4 فصوص حبهان وفلفل اسود والملح. وهنسيب الفرخة تستوي على نار متوسطة. وكده بعد الفرخة ما استوت معايا وسبتها تهدى خالص من السخونية بتاعتها، هنبتدي نتبلها. انا هنا كان معايا حوالي معلقتين بصل من اللي احنا تبلنا بيه الفرخة من الاول. هبشر عليهم طماطم زي ما انتم شايفين كده. هحط عليهم حبة فلفل اسود وبهارات وملح وحوالي معلقتين 3 زيت ونص فنجان لبن. هتقولوا لي هنحط لبن على التتبيله؟ ايوه، بيدي لون جميل جدا للفرخه لما بتدخل الفرن، بيكون لونها احمر كده جميل. هنبتدي نتبل الفرخه. طبعا هشيل الخل قبل ما ادخلها الفرن، وهتبلها كويس من جميع الاتجاهات. وزي ما انتم شايفين كده انا تبلتها كلها. طبعا انا هنقلها في صينيه تانية نظيفه لاني مش عايزه البصل اللي حوالين الفرخه ده يتحرق. معايا صينيه وحاطه فيها معلقه زيت، هنقل فيها الفرخه. دلوقتي انا سايبه الفرن يسخن، هدخلها الفرن الاول لمده نص ساعه، ولو ما احمرتش هشغل الشوايه لمده دقيقتين. والفرخه بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن شكلها وريحتها وطعمها كمان في منتهى الجمال. طعمها زي المشوي بالظبط، وخلطة الرز اللي احنا عملناها في منتهى الجمال. يا رب تجربوا الطريقة وتعجبكم. طبعا زي ما انتم شايفين انا عاملة جنبها شوربة ومحشي. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله.